وأكيد تصل لقلوبكم. شاب مؤمن جميل الهيئة حسن السمعة. بهذا الشاب صح التعبير مدة من الزمن وهذا يكون اتصال. بصراحة هو كاتب على اسمي أخي للقرب والعلاقة التي بيني والصديق، وانطاني نفسيا بالأرجيلة، وبالأرجيلة شكو هاي تعاون مشترك بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن طريق الخط الساخن المخصص لهذا الغرض عن الحالات المشبوهة وإيصال المعلومات عن تجار ومروجي المخدرات ليتم القبض عليهم وفق القانون. وقد تمكن قسمنا قسم شؤون المخدرات كركوك من تفكيك عدة عصابات لتجارة وترويج. الشيخ أحمد، الشيخ رائد، ولا أنسى الفضلاء، ولكن أعتذر لهذا التطفل لأكون موقف للأستاذ في الجامعة أو للأستاذ في المدرسة أو في الإعدادية. حقيقة بتاريخ هذا اليوم تم عقد هذه الندوة برعاية السيد معالي السيد وزير الداخلية، كذلك رعاية الأخ مدير عام المخدرات، وفي معهد التدريب النفطي لمناقشة موضوع انتشار المخدرات في احنا ما نقول عموم العراق، عموم يعني أكثر دول العالم تعاني من هذه الظاهرة المنتشرة حاليا. بالنسبة لكركوك الحمد لله احنا نقدر نقول أقل محافظة كركوك في موضوع انتشار المخدرات. الأسباب أول سبب منها هو المعلومات اللي يدلي بها المواطنين الخيرين، المواطن الصالح اللي يتصل يبلغ بأنه نلاحظ حركة في فلان مكان، أو فتتوجه مفارزنا ودورياتنا وتضبط. مثلا قبل فترة تم ضبط بحدود 16 مليون حبة ترامادول مع مجموعة أخرى من المواد المخدرة، وتم مصادرتها وتم إرسالها لغرض إتلافها. يعني سرعة إيصال المعلومة تخلينا نقدر نسيطر على موضوع المخدرات ونقدر نكفي شر المخدرات أبنائنا.